تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب وما بينهما. وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وقال سبحانه: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فرب المشرق والمغرب أي جهة الشرق والغرب، فهي تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وكذلك المغربين، مغرب الصيف ومغرب الشتاء. فلا أقسم برب المشارق والمغارب أي كل يوم تشرق الشمس من مكان، وكذلك كل يوم تغرب في مكان. فالله تعالى هو رب كل شيء وجهة ومكان وزمان. وهذه الآيات اختلافها يدل دلالة واضحة على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال رحمته وحكمته، إذ لا أحد يقدر على أن يصرف الشمس من مشرق إلى مشرق ومن مغرب إلى مغرب إلا الله جل وعلا. وحركة الشمس والقمر والليل والنهار يوميا تدل على عظيم قدرة الله وتحكمه في نواميس خلقه. والله تعالى قال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فسبحان الله العلي القدير. والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.